السلام عليكم، ازيكم يا اغلى واجمل اخوات بالدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفينو القمر اللي احنا شايفينه سوا ده، تعملي بيه احلى واجمل سندوتشات لاولادك في المدارس، في الرحلات، على الفطار. خطير جدا. استعدي للمدارس وابداي وسمي الله معايا وتعملي اجمل واحلى المعجنات. لايك وشير وسبسكرايب يا حبايبي للقناه، وكومنت منكم حلو بجد بيدعمني وبيفرحني وبيسعدني جدا، وكمان بيخلي عندي استمراريه ان شاء الله اني اكمل بيكم وليكم باذن الله باقل التكاليف وبمكونات متوفره عندنا في كل بيت. هنعمل احلى واجمل حاجه. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبسم الله. ومعايا في بوله صغيره كده وابدا انزل فيها بكوبايه من الميه اللي انا بستخدمها ميه فتره، يعني مش سخنه ولا ساقعه. معايا باكت من الخميره، ده 11 جرام، يعني حوالي معلقتين من الخميره ممسوحين. معايا كمان 3 معالق من السكر الحبيبات، معالق هرميه. انا مش بحب ازود السكر عن كده خالص، كده كافي جدا معايا. وابدا ان انا ادوبهم كويس جدا مع بعض زي ما احنا ما شايفين كده. ومعايا ربع كوبايه من الدقيق. الدقيق اللي انا هستخدمه، انا هستخدم كيلو من الدقيق، فاخدت منه كوبايه واحده وبس. بضيفها مع الخميره والميه والسكر وبقلب كويس جدا، وهسيبهم بقى اتركهم جانبا يختمروا لمده 10 دقايق على ما نجهز المكونات الجافه. ومعايا في بولة كبيرة أو طبق كبير وكيلو من الدقيق بتاعي منخول وجاهز وتمام. طبعا ما ينفعش نستخدم أي دقيق خالص من غير ما يكون منخول وتمام. عليهم بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة ممسوحة، معلقة كبيرة من الحليب البودر وده اختياري تماما، ونص معلقة صغيرة من الملح. ودي كل المكونات الجافة بتاعتنا. ومعايا الخميره بعد ما اختمرت وهنشوفها سوا. شايفين طبعا عامله الرغوه اللي على الوجه دي علشان الدقيق اللي احنا اضفناه. لو احنا ما ضفناش دقيق بنلاقيها عامله رغاوي زي خليه النحل كده. تمام. كده تمام، بقت تمام معانا. ومعايا كمان معلقه من الخل، دي حلوه جدا جدا. اولا بتفتح معانا لون الفينو من جوه، بتخلي اللبابه بتاعته لونها ابيض جدا، وكمان بمحسن حلو جدا جدا للمعجنات ورائع معانا. وضفت عليها كوبايه من الميه. طبعا كل الميه اللي بنستخدمها ميه بتكون فتره دافيه. عايزه اقول لكم كمان مع الخميره دايما زي ما بنقول مع بعض، الميه بتاعتها بتكون ميه دافيه فتره، مش سخنه ولا ساقعه. لو ضفنا ميه ساقعه فدي مش بتنشط معانا الخميره ومش بتقومها خالص، ولو ضفنا ميه سخنه فدي بتموت معانا الخميره ومش بتكون تمام معانا. هنا بدأت ان انا اعجن العجينه وضفت حوالي كوبايتين من الميه. الكوبايه الاولى كانت في الخميره، والكوبايه الثانيه انا ضفتها دلوقتي وبضيفها بالتدريج. المقدار بتاعي من الدقيق، كيلو الدقيق اخد معايا كام من الميه؟ اخد معايا كوبايتين ونص بالظبط من الميه. لكن طبعا بنضيفهم بالتدريج زي ما متعودين دايما مع بعض، لان في انواع دقيق مش بتاخد كميه السوائل كامله. نقدر نستخدم من السوائل نص الكميه ميه ونصها لبن حليب، او نستخدم لبن حليب كله، مفيش مشكله تماما. بخدم العجينه كويس جدا وزي ما شفنا مع بعض وبعجنها، وبعد كده على الرخامه بقى وابدا ان انا افتح في العجينه كويس خالص واخبط فيها يمين وشمال كاننا شغالين بالعجان الكهربائي، ولكن بايدينا، ونطلع احلى واجمل حاجه باذن الله. بتوع المخابز بيشتغلوا بالجهاز بتاعهم، العجان بتاعهم الكبير. وطبعا لو عندك عجان تقدري تستخدميه، ولو مش عندك يبقى تعملي زي ما انا بعمل. معايا هنا في البوله ومديها دهنه زيت خفيفه، وابدا ان انا انزل العجينه ودهنه زيت خفيفه خالص من على الوجه بالشكل ده. وهبدا ان انا اغطيه بالبلاستيك ريب. اجمل واحلى حاجه بتكمر معانا العجينه جدا وبتخليها تختمر معانا اسرع وبتبقى كويسه جدا. تقدري تغطيها بفوطه كمان، لكن الجو حر. عايزه اقول لكم هنا نص ساعه وبس. انا في الحر ده بسيبه نص ساعه وبس. وبنديها البوكس المحترم ونلم العجينه بتاعتنا وعلى المفرش بتاع العجين، ويلا نبتدي في تقطيع القطع بتاعتنا من الفينو. قد ايه بوريكم ان العجينه طريه جدا، لينه جدا. كل ما بتكون العجينه طريه ولينه وفيها سن التلزيق دي بتدينا افضل واحلى نتيجه. مش عايزينها عجينه قاسيه ولا ناشفه ولا جامده خالص. وهنا هبدا ان انا اخد العجينه بتاعتي واقطعها على قطع متساويه، يعني حجم القطع تقريبا حوالي 65 جرام. تقدري تصغري حجم القطع من العيش الفينو او تكبريها براحتك خالص. بكور كل القطع في البدايه، وببدا بعد كده ان انا ابصمها كويس جدا في البدايه على ايديا كده، وببدا ان انا اقفلها كويس خالص. وبعد كده على الرخامه ببدا ان انا ابصمها او على مفرش العجين لحد ما تقفل معايا تماما. الكميه بنفس الشكل لوقت ما اخلص. اللهم بارك. زي ما احنا ما شايفين كل القطع بتاعتنا بالشكل ده. وطبعا لما بنبتدي بالفرد بنبتدي باول واحده احنا عملناها، يعني حددي معاكي انت بداتي باول مجموعه ايه وهي اللي نبتدي بيها. بتكون اخدت عمرها مظبوط وتمام، وعلشان ما تختمرش اكتر كمان معاكي مش هتبقى كويسه خالص. هنا بفرد العجينه كده سواء بايدينا او بالمردنه، وبعمل اول تانيتين زي ما احنا ما شايفين كده مع بعض. لازم بنضغط عليهم في البدايه، وبعد كده ببرم كويس جدا لحد ما بقفلها، ولازم نقفلها كويس خالص خالص.
بنقفلها كويس خالص. ليه؟ علشان خاطر ما تفتحش معانا، والعيش الفينو وقت التسويه في الفرن ان يفتح معانا او وقت الخمر فمش هيبقى تمام. احنا عايزينه زي اللي بنشتريه من بره واحلى كمان 100 مره ان شاء الله. تسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدي انا كمان يا رب، اللهم امين. دعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل ان شاء الله. ربنا يا رب يديمكم اكبر نعمه في حياتي، اللهم امين. العجينه لينه وسهله جدا وبتتفرد معايا بكل سهوله، اللهم بارك زي ما احنا ما شايفين كده. طبعا نقطة مهمة جدا، احنا مش بندهن اي حاجة خالص في فرد العجينة بتاعة الفينو. احنا بنعمل كده زي ما احنا ما شايفين بدون اي حاجة خالص، لا بنرش دقيق ولا مادة دهنية زيت او سمنة تماما. تمام، لو احنا استخدمنا حاجة من الحاجات دي مش هتقفل معانا خالص الفينو كويس. عملت معاكم الفينو السادة قبل كده وحبيت ان انا اكرره تاني، وعملنا الفينو بالحشوات وبفضل الله كان عندي انا وحصري ورائع جدا. وكل المعجنات ان شاء الله تنال اعجابكم على القناة، واسيب لكم معجنات كتير في صندوق الوصف باذن الله. كده في الصاج بتاعي ودهناه بماده دهنيه ورق زبده، وكمان دهنها ماده دهنيه خفيفه جدا. وعايزه اقول لكم كمان على سر مهم جدا في التسويه كمان واحنا شغالين مع بعض ان شاء الله هقول لكم عليه. نفذنا مع بعض كذا وحدية من قطعة العيش الفينو علشان نشوف ازاي بنعملها مع بعض ببساطة جدا، واهم حاجة التقفيل زي ما بنقول. هنا خلصت الصاج الاول اللهم بارك، وعلى ما خلصت الصاج التاني كان الاول اختمر بالشكل ده، شايفين؟ تحفه جدا. وهقول لكم على التخمير السريع كمان واحنا شغالين مع بعض. هنا معايا صفار بيضه وعليها ربع كوبايه من اللبن الحليب وعليها كيس من الفانيليا البودر. عايزه اقول لكم جربوا بس تستخدموا التوبنج ده او الدهن ده، صدقوني مش هتحسوا باي زفاره تماما. انا هنا كنت بستخدم قبل كده الفانيليا السايله، لكن الصراحه الفانيليا البودر احلى كتير جدا. عايزه اقول لكم طبعا لما نيجي ندهن بالراحه جدا عشان ما نضيعش الخمر اللي احنا حصلنا عليه من الفينو بتاعنا. طبعا لو احنا ضغطنا بزياده ممكن نهبط الخمر وده مش كويس خالص. بدي رشه من السمسم، وعايزه اقول لكم السمسم مش مجرد شكل، لا السمسم يعني حاجه مغذيه جدا جدا، يعني قمه كالسيوم رهيبه يا جماعه، فمفيده جدا جدا لاولادنا. يا ريت ان احنا نضيفه في كل المعجنات اللي بنعملها. بندخل الصاج بتاعنا فرن مسبق بالتسخين على درجه حراره عاليه جدا، درجه حراره 200 220 اعلى حاجه عندك في الفرن. مش بياخد وقت خالص، من 10 ل 12 دقيقه. لو الفرن بتاعك هادي ياخد من 12 ل 15 دقيقه، مش بياخد اكتر من ربع ساعه خالص، وبيطلع معانا اللهم بارك بالقمر والجمال اللي احنا شايفينه. لو دخلناه على فرن هادي هينشف منك ومش هيبقى حلو خالص. اول ما بيطلع من الفرن بنغطيه بفوطه زي ما شفنا كده مع بعض، وممكن كمان نديله رشه كده من الميه، او لو عندك بخاخ ميه بخ عليه رائع جدا. زي ما شايفين مع بعض الفينو بيتكلم عن نفسه حرفيا، اطعم واحلى واجمل فينو ممكن تعملوه. اللبابه بتاعته حاجه كده تفتح النفس، يعني في لبابه مش مجرد حاجه كده هشه ملهاش طعم او ملهاش اي حاجه خالص. يعني اللي بيعملوه في الافران مره بيضيفوا له مواد تخمير كتير، فمش بيكون في اللبابه اللي احنا بنحصل عليها كده من اللي احنا بنعمله في البيت، وما بيكونش بالطعامه دي. بجد جربوه حلو جدا جدا. وده الصاج التاني معانا اللهم بارك طالع بالشكل القمر اللي احنا شايفينه ده. وعايزه اقول لكم ده كده كان ملتصق في بعض، وانا كنت حابه جدا ان اشوف النتيجه دي او اشوف الشكل ده. عايزه اقول لكم ان هو خطير. التخمير السريع اللي انا قلت لكم عليه ده عباره عن ايه؟ ان احنا بندفي الفرن لمده 5 دقايق. بعد كده بقفل الفرن خالص، اقفل النار تماما، وابدا ان انا ادخل العجينه فيها او الصاج بتاعي من العيش الفينو. بيدخل بيختمر لمدة من 20 ل 30 دقيقة. عايزة اقول لكم بقى ان التخمير السريع ده حلو جدا، بس بيكون في الشتاء لكن مش في الصيف. القطعتين من العيش الفينو اللي في ايديا دول، عايزة اقول لكم دول اللي كانوا في الصينية الالومنيوم بدون ورق الزبدة. عايزة اوريكم الفرق ما بين التسوية في ورق الزبدة وبدون ورقة الزبدة. شايفين؟ عايزة اقول لكم ان التسوية من غير ورق الزبدة تحفة جدا. يعني سووا الفينو بتاعكم من غير ورق الزبدة خطير. ورق الزبدة للأسف كان بيلزق معايا شوية الفينو فيه، لكن في الصينية اللهم بارك رائع، والتسوية زي ما احنا ما شفنا ممتازة. نقدر نحشي السندوتشات بتاعتنا بقى حلو او حادق براحتنا خالص، يعني ايه اللي يريحنا. العجينة تخدميها وتديها حقها كويس جدا، تديكي افضل واحلى نتيجة. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا. بعتذر طبعا عن طول الفيديو، ولكن كان غصب عني، حابه ان انا اوضح معاكم كل نقطه عن الفينو او العيش الفينو الجميل في البيت والمدارس على الابواب. فخلاص ان شاء الله نعمل مع بعض وصفات للمدارس باذن الله، واستعدوا باذن الله في كل الفيديوهات القادمه باذن الله عن المدارس والوصفات للمدارس واللانش بوكس مع بعض نعملها وننفذها.
ولو حابين اي وصفة معينة اكتبولي في الكومنتات وعيني ليكم نعمل مع بعض كل الوصفات اللي نفسكم فيها. وفي نهاية الفيديو بشكر جدا كل اللي استمر معايا لنهاية الفيديو، واتمنى يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم ويكون فيديو النهارده نال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسونيش بلايك جميل منكم واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم.